مباريات اليوم الأول في الجولة السادسة عشرة لدوري نجوم العراق، ولقاء أمانة بغداد صاحب المركز الخامس عشر ب17 نقطة، وضيف أربيل صاحب المركز الثالث ب31 نقطة في مباراة ضيفها ملعب الراحل شرار حيدر، ويقودها طاقم تحكيم بقيادة الدولي مهند قاسم، يساعد واثق مدلل مصطفى نوح وحامد علي حكما رابعا. في غرفة الفيديو سجاد خالد يساعد رضا عباس، مشرف المباراة كاظم صدام، ومراقب الحكام على عبد القادر. تشكيلة الفريقين للقاء اليوم: الأمانة بالزي السماوي وسام علي برقم 12 في حراسة المرمى، ميلاد فلاح على اليمين 4، لامين سماتة 5، أيمن رزيج 13، عبد الله خلف 21. وسط الملعب الثلاثي: مويسس بيدرو 25، عباس ياسين 6، باختيار جون قاسموف 77، على اليمين مراد بيك اويبك 99، على الشمال هيرنيك برناردو 33، وكمال القرع بالرقم 15. غيابات فريق الأمانة: حيدر حسين ومصطفى فلاح، بينما يغيب عن أربيل مصطفى قابيل. تشكيلة أربيل: كميل سعدي بحراسة المرمى برقم 34، أحمد زيرو على اليمين 31، همام طارق على الشمال 11، مارلين جوبانوف 14، هارون محمد الزبيدي 4. وسط الملعب: إيديم إيسين 22، أقو حزير 19، وكريستيان باركو 33. وثلاثي الهجوم: كريستوفر جون 13، ذو الفقار يونس عابد علي 77، شيرزو نيميروف بالرقم 9. هذه تشكيلة الفريقين، وأربيل قادم من تعادل أمام الكرخ بهدف واحد، والأمانة من خسارة أمام نادي الغراف بنتيجة 2-3. نادي أربيل خاض 15 مباراة، فاز في 9، تعادل في 4، خسر في مباراتين ب31 نقطة بالمركز الثالث. وفريق الأمانة اللي خاض 15 مباراة، فاز في 5، تعادل في 2، خسر في 8 ب17 نقطة بالمركز الخامس عشر. مباراة مهمة ما بين الفريقين. فريق أربيل الذي يسعى للعودة للصدارة بعد أن فقدها، بعد أن احتفظ بها 9 جولات متتالية، يفقدها في الجولة السابقة بعد التعادل أمام نادي الكرخ. وفريق الأمانة الساعي للقفز إلى مركز أفضل بالخروج بنقاط هذه المباراة، إذا ما فاز سيقفز من المركز الخامس عشر إلى المركز الثاني أو الثاني عشر. إذن في نفس الوقت الآن مباراة نوروز مع ديالى، تعقبها 3 مباريات: القرمة مع الكرخ، الشرطة مع النجف، الطلبة مع الغراف. هذا هو هداف الدوري برصيد 13 هدفا، وحارس المرمى كوميل. حكمنا الدولي مهند قاسم، قاد 11 مباراة، 57 أصفر، 3 أحمر، 3 ركلات جزاء، وقاد 5 مباريات فار. تنطلق أحداث شوط المباراة الأول. أربيل على يسار الشاشة بزي الأصفر والأبيض، وبالسماوي على يمين الشاشة نادي أمانة بغداد. تنطلق على بركة الله أحداث شوط المباراة الأول، مباراة نتمناها مباراة مميزة ما بين الفريقين. عشاق وأنصار أربيل رغم قلتهم يتواجدون لمؤازرة فريقهم. كرة اللعب إلى جوبانوف. همام طارق شارك في المباريات 15 الماضية. هارون، كرة تنقطع. قاسموف، بينية من اللاعب برنارد، وسهلة إلى كوميل سعدي. كوميل اللي غاب عن مباراة النجف والميناء، عن مباراة النجف، شارك بديل مع الميناء، ثم غاب عن مباراة الطلبة فقط.
13 مباراة، 12 أساسي وواحدة بديل. كرة اللعب، محاولة الآن لمصلحة نادي أربيل، ترتد الكرة، تنقطع من جديد. محاولة كمال الأقرع أو كمال القرع، وكرة أبعدت من هارون الزبيدي إلى خارج ملعب. لا، رمية جانبية لمصلحة نادي الأمانة، رمية جانبية للأمانة. أحمد خلف قاد فريق القرمة في 4 مباريات، فاز في 2، تعادل في 1 وخسر في 1، 7 نقاط حظى، ثم انتقل لفريق نادي الأمانة. كرة طويلة، لامين سماتا، كرة تلعب من جديد خارج ملعب، رمية جانبية لمصلحة نادي أمانة بغداد. ميلاد فلاح على التنفيذ، سجل هدف في شباك زاخو. همام يشتت كرة، لامين سماتي، لامين شتت كرة، مرت إلى الخارج. ميلاد من جديد، رمية جانبية لمصلحة نادي الأمانة. سهلة إلى كوبيل، أحمد هارون، عادت الكرة إلى جوبانوف. همام طارق، جوبانوف اللاعب الأوزبكي، رابع أوزبكي في دورينا هذا الموسم. كرة مرت، طالت إلى خارج الملعب، لا، رمية جانبية لمصلحة نادي أمانة بغداد، طالت على أحمد زيرو. عبد الله خلف، كمال القرع، كرة إلى خطأ. باسم قاسم مدرب نادي أربيل، ركنية الآن لمصلحة نادي أربيل، نادي الأمانة. تلعب الكرة خطيرة ومرت إلى الخارج، إلى ركنية ثانية بعد أن أبعدها الحارس كوميل. ركنية ثانية، ركنية ثانية من جديد، ركنية ثانية لمصلحة نادي أربيل، نادي الأمانة. حكم اللقاء مهند قاسم، 3 مباريات لأربيل هذا الموسم ومباراتين لفريق الأمانة. قاد للأمانة أمام نفط ميسان وأمام النفط، ثم قاد لأربيل أمام الميناء والغراف والجوي. ركلة مرمى لمصلحة نادي أربيل، مرت إلى همام، جوبانوف، أقو حزير، هارون، جوبانوف، وسط الملعب إلى إيديم، إيديم إيسين، أقو حزير، همام طارق من الجهة البعيدة، كرة طويلة، هجمة الآن، كرة طالت إلى ركلة مرمى لمصلحة نادي أمانة بغداد، ركلة مرمى لمصلحة نادي أمانة بغداد. حارس المرمى وسام، 12 مباراة لوسام، اهتزت شباكه
18 مرة، ومباراتين فقط كانت شباكة نظيفة. أمام أكثر حارس اهتزت شباكة 18 كرة. كرة مرت كوميل، طبعا في 12 مباراة 18 كرة دخلت شباك وسام علي، وفي مباراتين فقط شباكة نظيف. كرة عادت إلى هارون، العائد من الطرد بعد أن طرد أمام الطلبة بالدقيقة 94. كرة عادت إديم إيسين، جوبانوف، هارون الزبيدي. 7 دقائق من عمر المواجهة. أجو حزير، جوبانوف، همام. عادت مرة أخرى لإيسين، طويل الكرة تنقطع من جديد، ومرت من شيرزود نيميروف أو تيميروف. محاولة أكو حزير، خطأ لمصلحة نادي أربيل. حكم اللقاء يعيد الكرة إلى مكانها الحقيقي ثابت، يجب أن تكون مستقرة. كريستيان باركو اللاعب الأرجنتيني قادم من الدوري البوليفي. كريستيان باركو يلعب الكرة، جوبانوف، مرت إلى أحمد زيرو، سريعة من أحمد زيرو، كريستوفر جون، ولكن مرت إلى الخارج. كريستوفر جون النيجيري القادم من العرب الكويتي، لعب لمسيمير، لعب لزوراء وللداخلية المصري. عادت الكرة حلوة ملعوبة داخل منطقة الجزاء، أبعدها أيمن رزيج. تلعب الكرة، محاولة من جديد، تشتت الكرة. عبد الله خلف، هارون، صعبة. كوميل أبعدها، قصيرة كانت. ترتد الكرة بالرأس من موسيس بيدرو، عبد الله خلف، ترتد بالكرة، هارون بالرأس من جديد، مقطوع الكرة. همام طارق يحاول، وعرقلة وصافرة وركلة حرة لمصلحة نادي أربيل. بالسلامة لهمام. 77 مباراة دولية، 3 أهداف دولية في شباك الكونغو، فلسطين، فيتنام. أول دولية عام 2012 أمام تونس، وآخر دولية أمام كولومبيا عام 23 اللي استدعاه حكيم شاكر بطاقتين حمراء الموسم الماضي أمام الزوراء وأربيل. عندما كان يلعب لفريق الطلبة طرد أمام أربيل بالجولة 34. عندما فاز أربيل في تلك المباراة بهدف وحيد، طرد همام طارق في لقاء أمام أربيل، وطرد أمام الزوراء أيضا. كرة عادت إلى كمال قرع، آجو، همام، مرت الكرة إلى هارون، إديم إيسين، همام طارق. مباراة هادئة في بدايتها، أداء الفريقين محصور وسط الملعب. عادت الكرة إلى كريستوفر جون، ومرت إلى خارج الملعب إلى ركلة ركنية أولى في المباراة لأربيل. ركنيتين لأمانة بغداد وواحدة لأربيل بعد مرور
11 دقيقة من عمر المباراة. تعادل ما زال قائم. مويسيس أمامنا. ركنية الآن. حكم يفضل اشتباك داخل منطقة الجزاء، ينبه اللاعبين. أيمن رزيد سجل في شباك زاخو. عرضية عالية وكرة مرت إلى ركلة مرمى. ركلة مرمى. هذا هو مارلين جوبانوف القادم من استقلال دوشنبه، لعب لبختكور. وهنا المغربي كمال القرع لعب لكود مكناس، سجل 3 أهداف، هدفين في شباك نفط ميسان وهدف في شباك القرمة. وسام علي، كرة طويلة، محاولة مقطوعة من جديد، ترتد من دفاعات فريق أربيل. همام ضاغط عليه اللاعب أوبك، وكرة مرت إلى خارج الملعب. فريق الأمانة مثل ما ذكرت خاض 15 مباراة، فاز في 5، تعادل في 2، خسر في 8. طبعا على هذا الملعب لعب 7 مباريات. على هذا الملعب خاض 7 مباريات، فاز في 2 وتعادل في وخسر 4 وتعادل في 1. خسر امام ديالا 1-2، امام الموصل 0-3، امام النفط 0-3، فاز على الشرطة 2-1، على نفط ميسان 4-1، وخاض مباراتين على ملعب الشعب عندما كانت هناك إدامة لأرضية هذا الملعب المميز الجميل اللي بدأ الآن يتحمل عبء كثير بإجراء المباريات على أرضه. وخسر من النجف بهدف وفاز على الطلبة 2-1، وخاض مباراتين أمام الجوية 0-2 وأمام الكرخ التعادل بهدف 1. رمية جانبية. هذه الزيارة الرابعة، بالمناسبة الزيارة الرابعة لأربيل، لم يفز إطلاقا على ملاعب العاصمة بغداد. عاد للكهرباء بدون أهداف، خسر من الزوراء بهدف، وعاد للكرخ. 3 مباريات خاضها لم يحقق أي فوز في ملاعب العاصمة الحبيبة بغداد، فاز في 1، خسر في 1 وتعادل في مباراتين. كرة إلى جوبانوف. همام من الجهة البعيدة. أربيل أكثر حيازة على الكرة، أكثر انتشار، لكن بلا فائدة، بلا خطورة. كرة كريستوفر جون خطيرة، وحارس المرمى وسام علي. حارس المرمى وسام علي يتمكن من الكرة. وسام شوف بالإعادة بيها شك تسلل. على كل حال الحكم مشى كرة عند حارس المرمى. أيمن كرة طويلة، كمال. هناك خطأ لمصلحة أربيل. جوبانوف يشكو من إصابة، بالسلامة إن شاء الله. هذا مراد بيك أويبيك، اللاعب الأوزبكي الثاني في تشكيلة أمانة بغداد. عندنا 2 في أربيل و2 في أمانة بغداد، 4 أوزبكيين في ملعب المباراة. كريستوفر جون يحاول يمر، أيمن ضاغط عليه، وكرة إلى خارج الملعب. كان عبد الله خلف اللي ضاغط، ورمية جانبية لمصلحة نادي أربيل. أداء دون الوسط لحد الآن من الفريقين. نبحث عن متعة، عن إثارة، عن أداء أفضل من الفريقين. كرة عادت إلى أكو حزير يلعب الكرة
إلى إيسين. إيسين اللاعب النيجيري القادم من بوتول كوستانا الكازاخستاني. همام بونول كوستاناي الكازاخستاني هو فريق اللاعب النيجيري إيدين إيسين الوافد الجديد. حكم اللقاء يشير إلى وجود خطأ. ذو الفقار يونس لعب لدهوك، لعب للشرطة، 6 مباريات أساسي، 13 بديل، بطاقة صفراء واحدة الموسم الماضي. لامين ساماتا اللي سجل خطأ في شباك فريقه في لقاء القرمة. كرة من مكان خطير أخطر من الزاوية لمصلحة نادي أربيل. ركلة حرة لمصلحة أربيل من مكان خطير. تقطع بالرأس من لامين ساماتي. هجمة الآن عباس ياسين، كرة ملعوبة ترتد من اللاعب، تعود مرة أخرى، محاولة مقطوعة على خارج الملعب من عبد الله خلف. عبد الله خلف إلى رمية جانبية لمصلحة نادي أربيل من منتصف الملعب، 18 دقيقة. دخلنا الدقيقة 19 من عمر المواجهة. تعادل سلبي قائم ما بين أمانة بغداد وضيف أربيل. كرة ارتدت، ميلاد، محاولة وسط الملعب إلى مويسيس، ترتد الكرة إلى تيميروف، تنقطع. أكو حزير، عالية الكرة، تيميروف ترتد بالرأس، محاولة من جديد، كرة أبعدت من قاسيموف. كمال، تعود الكرة بالمنتصف، أكو حزير، همام، جوبانوف. أداء محصور وسط الملعب رغم الاستحواذ الأفضل لفريق أربيل، لكن لحد الآن لم يشكل أي خطورة تذكر على مرمى نادي الأمانة. كرة تبعد من ميلاد فلاح، مواسم عديدة قائد الفريق مع نادي الأمانة، 31 عام، 4 بطاقات صفراء هذا الموسم. كرة تنقطع من أيمن رزيج، تعود الكرة وسط الملعب، إيديم إيسين مرة أخرى، تمر إلى أحمد زيرو، لعب للشرطة ولعب لزاخو. اليمني هارون الزبيدي، إيسين يلعب كرة طويلة. شوف الجهة البعيدة، يعني رغم أنه يلعب ب3 لاعبين، ذو الفقار على جهة اليسار وكريستوفر جون على جهة اليمين، وبالأمام شيرزوت تيميروف، لكن في بعض الأحيان ينضم ذو الفقار إلى جانب شيرزود وينطي مجال لحرية الاندفاع لهمام طارق. ركلة حرة غير مباشرة للأمانة. وسام علي، جمهور رغم قلته لكن إلى دور وإلى تأثير في ملعب المباراة. ملح المباراة اللاعب رقم 12 اللي هو جمهور الفريقين، رغم عدم وجود جمهور قليل للأمانة، لكن أيضا قلة لجمهور أربيل. أربيل تراجع في المباريات الثلاثة الأخيرة، خسر من الزوراء وخسر من الطلبة وعادل الكرخ. آخر فوز حققه على دهوك 2-1. عبد الله خلف، محاولة مقطوعة،
موسيس، كريستوفر جون، اكو حزير يلعب كرة طويلة، ميلاد او ايمن رزيج اليوم يلعب بالعمق كقلب دفاع. تعود الكرة الى كوميل سعدي حارس المنتخب الاولمبي، لعب لنفط البصرة محليا، لعب بالسويد ايضا، ولعب في سويسرا مع النجم الاحمر ومع اريانا السويدي. استدعى مرات لمنتخب العراق الاول. جوبانوف، كريستوفر جون في وسط الملعب. يعجبني هذا اللاعب، دائما يهرب من الرقابة، بكرة وبدون كرة تلقاه في أكثر من مركز. افتقل الآن إلى العمق، بينية حلوة إلى تيميروف، تعود إلى كريستوفر مرة أخرى، محاولة الآن ذو الفقار، وكرة يخلصها ببراعة وسام علي. كرة خلصها ببراعة وسام علي. برافو وسام، برافو وسام. ركنية لمصلحة نادي أربيل، أول تهديد مباشر لمصلحة نادي أربيل على مرمى الأمانة. ركنية من الجهة القريبة الآن، تلعب الكرة عالية، ترتد من دفاعات الأمانة وتسديدة، ومرة أخرى ترتطم الكرة بالمدافع أيمن رزيج. تعود إلى ركنية لمصلحة نادي أربيل. سلامة اللاعبين أولا. لاعب لامين ساماتي اللي ارتطمت بالكرة على ما يبدو، شوفها بالإعادة. لامين ساماتي لاعب من غامبيا، لاعب النجم البحريني، لعب في دورينا مع نوروز موسم 23-24، ولعب في نفط ميسان موسم 21-22. شوف كرة ارتطمت بلامين ساماتي وتذهب إلى ركنية. نهض لامين الآن، ركنية لمصلحة أربيل، تلعب الكرة عالية، محاولة بالرأس، تنقطع الكرة. أقرب للكرة عبد الله خلف. عبد الله خلف لاعب القادم من نفط ميسان، لعب للقرمة أيضا، قادم بالانتقالات الشتوية. أحمد زيرو يمر، خطأ لمصلحة نادي أربيل. هذا هو اللاعب مراد بيك أويبيك، لاعب لينيفيتشي، لسوروخون، لخوارزيم، سجل من ركلة جزاء في شباك الغراف. كرة عادت، أجو حزير، كرة قصيرة مقطوعة. ميلاد سريع الكرة إلى مويسيس. هنريك برنارد، وبالرأس إلى ركنية لمصلحة نادي أمانة بغداد. ثالث ركنية لأمانة بغداد. ثالث ركنية لفريق أمانة بغداد من الجهة القريبة. اليوم جبار كريم على الدكة، حسن نعيم، حسين طالب من المهاجمين الثلاثة. توجيهات من باسم قاسم. كأس الاتحاد الآسيوي، لقب مع توك 19-10، مع الزوراء 15-16، مع الجوية 16-17، إلى جانب الكأس وكأس الاتحاد الآسيوي والوصافة عام 2018. ركنية الآن لمصلحة نادي أربيل، نادي الأمانة. ركنية للأمانة الآن، عالية الكرة ملعوبة، مرت إلى الخارج إلى ركلة مرمى لمصلحة نادي أربيل. غدا أيضا ستكون هناك 5 مباريات، الموصل مع القوة الجوية، القاسم مع دهوك، ونفط ميسان مع الكهرباء عند الساعة 3، ومباراتان عند 5:30 النفط مع الزوراء وزاخو مع المينا. أذكر في نفس التوقيت الآن تجري مباراة نوروز وديالة، وستعقب هاتين المباراتين 3 مباريات أخر بين القرمة مع الكرخ، الشرطة مع نجف، والطلبة مع الغراف.
هارون في صدارة الترتيب القرمة ب 32 نقطة. أربيل إذا ما حصد نقاط هذه المباراة سيعود للصدارة، وإن تعادل أيضا سيتصدر مؤقتا. يبقى فريق القاسم بلا فوز. كرة مرت إلى الخارج. عبد الله خلف، أحمد زيرو بالرأس من أيمن، تنقطع من اللاعب جوبانوف، تعود الكرة عند اللاعب إيديم إيسين. دائما فراغ في الجهة البعيدة، يعني حتى وسط الأمانة منطي مساحة واسعة للاعبي نادي أربيل. معظم أداء فريق نادي أربيل على جهة اليسار، وهذا اللاعب ذو الفقار يونس عبد علي، ومن لا يعرف يونس عبد علي أفضل هداف صاحب الرقم القياسي للهدافين العراقيين في دورينا. كرة مقطوعة وسط الملعب، آكو حزير، يا سلام، حركة لعب جميلة، يلعب كرة طويلة، كرة خطيرة الآن، خطيرة اللعب، لكن ماكو متابعة، ترتد الكرة. عبد الله خلف يشتت الكرة الآن، عبد الله خلف شتت كرة ومقطوعة بالمنتصف، تعود إلى آكو حزير يلعبها إلى جوبانوف يلعبها بالمنتصف، إيسين يلعب الكرة إلى اللاعب، تنقطع من أمام اللاعب باركو، كريستيان باركو. محاولة الآن، خطأ لمصلحة الأمانة، كرة عند اللاعب مويسيس بيدرو، لاعب الإنغولي، تمر إلى ميلاد، مويسيس تنقطع سريعة الآن، ذو الفقار يلعبها إلى تيميروف، عادت إلى إيسين، آكو حزير، إيسين، باركو، كرة مقطوعة، حاول كرة خطيرة، خطرة، أوه، ضاعت على الهداف شيرزود تيميروف، لاعب احترف في إيران مع بايكان ومع بيرسبولس، واحترف أيضا مع نادي كيتش في هونغ كونغ، ولعب مع فريق بختكور الأوزبكي. 13 هدف في صدارة الهدافين. هذه فرصة هدف أول تضيع على فريق أربيل، فرصة قد لا تتكرر. ركلة مرمى لمصلحة أمانة بغداد، نصف ساعة بالتمام. ويبقى التعادل سيد الموقف في هذه المواجهة التي تجمع أمانة بغداد بضيف أربيل في أولى مباريات الجولة 16 لدور نجوم العراق. أجواء جميلة اليوم في العاصمة الحبيبة بغداد. ركلة حرة لمصلحة أربيل، آكو حزير، جوبانوف، همام، 6 مقابل 2 الأخطاء. كرة مرت إلى كريستيان باركو، مقطوع الكرة من جديد إلى رمية جانبية لمصلحة أربيل، هارون، إيسين، هارون، جوبانوف، ذو الفقار، همام، ذو الفقار من جديد،
كرة طالت، شتت الكرة من أيمن رزيد، تعود إلى جوبانوف، حارس المرمى كوميل سعدي، هارون الزبيدي. جوبانوف لعب في مكان الأماكن الدفاعية خطير، يولد خطورة. همام بالفقار، كرة عادت إلى كريستوفر جون، تنقطع. تيميروف محاولة، أكو حزير، وأحمد زيرو، كرة خطيرة بالرأس تبعد، وتعود مرة أخرى إلى مويسيس بيدرو. من جديد تقطع لمصلحة نادي أربيل، كرة تنتهي إلى أكو حزير، أكو حزير يلعبها ولكن مرت إلى خارج الملعب، لا ركلة مرمى لمصلحة نادي أمانة بغداد. عموما المباراة لحد الآن بعد مرور 32 دقيقة بمستوى متواضع دون الوسط. نتمنى أن يرتقي أداء الفريقين إلى مستوى أفضل. لم يخطر المرميان إلا بكرة وحيدة. فريق أمانة بغداد لحد الآن يعني لم يخطر مرمى أربيل ولا مرة. هنا عشاق وأنصار هولير القلعة الصفراء يؤازرون ويقرعون الطبول وللفوز يتمنون. كرة عادت مرة أخرى، هارون إلى كوميل سعد، كرة عادت. حكم المباراة أوقف المباراة. هناك لاعب يشكو من إصابة. قاسموف بالسلامة، لعب للخور في الدوري القطري موسم 22-23، سجل في شباك الشرطة والغراف. صراع أوزبكي اليوم داخل الميدان مثل ما ذكرت. هنا تشيكينج ريد كارد، هل هناك بطاقة حمراء؟ شوف الأوزبكيين قريبين منا الآن. حكم اللقاء يتأكد من غرفة الفار اللي موجود بها سجاد خالد ويساعد رضا عباس، ونشوف الحالة مرة أخرى بالإعادة. اللاعب كريستيان باركو الأرجنتيني كان أكو دعس على القدم، لكن يبقى القرار الأول والأخير لسيد الملعب اللي هو حكم اللقاء بمشاركة غرفة الفار. نهض بالسلامة قاسموف، 11 مباراة خاض هذا الموسم، 4 بطاقات صفراء. ما زلنا ننتظر تشيكينج ريد كارد. تشيكينج ريد كارد. 35 دقيقة من عمر المواجهة، والحكم الآن يذهب لتدقيق الحالة والقرار الأول والأخير لسيد الملعب. طبعا الحالات اللي يروح بيها الحكم معروفة للفار. هدف ليس هدف، ركلة جزاء ليست ركلة جزاء، بطاقة حمراء مباشرة ليست البطاقة، الإنذار الثاني، خطأ تحديد الهوية، بطاقة حمراء أو بطاقة صفراء. وبهذه الحالة الآن يذهب لتدقيق الحالة لتقدير الخطأ. خطأ تحديد الهوية، بطاقة حمراء أو صفراء، بطاقة حمراء مباشرة ليست بطاقة حمراء، ركلة جزاء ليست ركلة جزاء، هدف ليس هدف. هذه الحالات التي يذهب من خلالها الحكم لغرفة الفار أو لمشاهدة الحالة ولتأكيد الحالة من عدمها. ما زلنا ننتظر. شوفوا الحالة، شوف دعس أكو، دعس أكو على الكعب، شوف دعس
اكو على قدم اللاعب قاسموف. يبقى القرار عند صاحب القرار الدولي مهند قاسم، ومثل ما ذكرت المهند قاد 5 مباريات للفريقين، 3 لأربيل أمام الميناء والغراف والجوية، ومباراتين للأمانة أمام نفط ميسان والنفط. طرد طبعا 3 حالات طرد لمجتبى علي لاعب الميناء، ولؤي العاني لاعب القرمة، و حسن عمار لاعب الطلبة. طبعا ركلات جزاء 3 منح للميناء والزوراء والطلبة. حكم اللقاء لا توجد بطاقة حمراء، بطاقة صفراء للاعب الأرجنتيني، وهي أول بطاقة صفراء كريستيان باركو. تلعب الكرة. هذه أول بطاقة لهذا اللاعب اللي دخل بديل في مباراة الكرخ بالدقيقة 63. أول بطاقة لهذا اللاعب اللي دخل بديل في مباراة الكرخ بالدقيقة 63، وهي المباراة الوحيدة اللي شارك بها، وهذه أول مباراة يشارك بها كلاعب أساسي. كرة عادت إلى هارون. باركو قصيرة تنقطع. لامين ساماتي مرة أخرى يعود لينقذ الموقف. كرة عادت إلى مويسيس. ضغط واضح، ضغط متوسط من منتصف الملعب على لاعبي نادي أمانة بغداد. فريق الأمانة لحد الآن لم يبدي أي خطورة. تيميروف، كرة ملعوبة إلى أحمد زيرو المندفع. أحمد زيرو يحاول، أحمد يلعب كرة عرضية خطيرة وأبعدها ميلاد إلى ركني. ضغط واضح، سيطرة واضحة، ولكن لحد الآن بلا فائدة لفريق أربيل. ميلاد فلاح القائد أنقذ المرمى. توجيهات مستمرة. بالمناسبة أول أب وابن ينذرون في مباراة واحدة. باسم مع أحمد باسم، وأيضا عندنا حسن أحمد مع علي حسن أحمد. طبعا حدث ذلك أمام نادي ديالى. بعد ذلك طرد أحمد قاسم. كرة بالرأس مقطوعة من جديد إلى رمية جانبية لمصلحة أربيل. شوط يعني نتمنى أن نعدي هذا الشوط في شوط المباراة الثاني، بلا لون، بلا طعم، بلا رائحة. هارون، أحمد زيرو، عادت الكرة من جديد. هارون، مباراة الطلبة اليوم نقلت إلى ملعب النجف مع فريق نادي الغراف. عباس ياسين سبق أن مثل أربيل الموسم الماضي. كرة بالرأس. مراد بيك تنقطع. كريستوفر جون، ميلاد فلاح، مرت الكرة إلى رمية جانبية لمصلحة الأمانة. أمانة بغداد، هذا النادي اللي مر بتسميات مختلفة. طبعا هذا النادي أسس عام 57، عام 74. طبعا عام 57 أسس باسم أمانة العاصمة. كرة ملعوبة الآن ترتد، تشتت الكرة إلى الدفاع، يبعتها أيمن.
ترتد الكرة بالرأس ملعوبة، تعود الكرة إلى باركو. جوبانوف مرت إلى إيديم إيسين. همام ميلاد يشتت الكرة، تنقطع من جديد، ملعوبة الكرة أقرب إلى جوبانوف، ورايا صفارة تسلل، ركلة حرة غير مباشرة لمصلحة أربيل. هذا هو المساعد الثاني السيد صلاح مصطفى نوح، وعلى الطرف القريب واثق مدلل وحامد علي حكم رابع. رمية جانبية الآن، عادت إلى أكو حزير. إيسين هارون، أكو حزير، إيسين بالمنتصف، عادت إلى همام من جديد. جوبانوف 3 دقائق تفصلنا على نهاية أحداث شوط المباراة الأول. كرة عادت وسط الملعب إلى مويسيس بيدرو. مويسيس بيدرو تنقطع من كريستيان باركو، وخطأ لمصلحة نادي أربيل. شوط مستوى متواضع من الفريقين. هذا إيديم إيسين وشيرزود تيميروف يشكو من إصابة. ركلة حرة لمصلحة أربيل. ثمانية مقابل 9 أو مقابل 3 الأخطاء. إيديم يلعب كرة طويلة، عبد الله بالرأس. فعالية فريق نادي الأمانة بالثلث الأخير معطلة، ووسط الملعب سيطرة لاعبي أربيل واضحة. رمية تماس، رمية جانبية الآن. عبد الله خلف أمامنا بالصورة. تلعب رمية جانبية بالرأس مقطوعة. أيمن لامين سمتي، كرة طويلة، مستريح اليوم كميل سعدي. هارون الزبيدي، أكو حزير، وكرة طالت على أحمد زيرو إلى رمية جانبية لمصلحة نادي أمانة بغداد. أيمن رزيد، بدنا نشوف أيمن ظهير أيسر. إديم بينية، أقرب إلى حارس المرمى وسام. طبعا عام 57 أسس هذا النادي باسم أمانة العاصمة. عام 74 إسالة الماء مع مصلحة نقل الركاب دمجوهم بفريق اسمه البلديات زائد الأمانة، وشارك بالدوري باسم البلديات موسم 74 75. عام 77 عادت تسمية الفريق للأمانة. كرة مقطوعة إدين، محاولة مقطوعة من جديد. كرة الشتت. همام، كريستيان باركو، عرقلة واضحة، ركلة حرة. عام 2009 سمي بنادي بغداد، وعادت تسمية أمانة بغداد الحالية عام 2014. من اللي أسسوا النادي ناصر تشيكو، قاسم زوية، جبار رشق، مؤيد محمد صالح. وسأتطرق في شوط المباراة الثاني إلى أبرز النجوم اللي خرجوا من هذا النادي. إذن دقيقتان فقط وقت محتسب بدل ضايع. وأكو حزيري يلعب الكرة بالرأس مقطوعة من عباس ياسين. كرة قصيرة تنقطع من أمام اللاعب قاسيموف. باركو، تيميروف، همام،
جوبانوف، هارون، إديم، هارون، ضغط متوسط واضح، تضغط من منتصف الملعب على الفريق. كرة ترتد إلى ميلاد، شتت ميلاد، جوبانوف، مويسيس، هما أقرب للكرة، يعيدها إلى كوميل سعدي حارس المرمى. لحظات قليلة وتنتهي أحداث شوط المباراة الأول. ننتظر صافرة الحكم الدولي، انتهت الدقيقتين. ذو الفقار، باركو، تيميروف، كرة مقطوعة، تلعب من جديد مرة أخرى، محاولة مقطوعة، وصافرة حكم اللقاء السيد مهند قاسم تشير إلى وجود خطأ لمصلحة نادي أربيل. دخلنا الدقيقة الثالثة. عالية ملعوبة، لامين سمتي، عباس ياسين أو هارون، تنقطع الكرة، ميلاد، سمتي يلعب الكرة يشتتها، وصافرة حكمنا الدولي مهند قاسم تشير إلى انتهاء أحداث شوط المباراة الأول بين أمانة بغداد وضيف أربيل بالتعادل السلبي. نذهب لاستراحة قصيرة على أمل أن يتجدد اللقاء معكم وأحداث شوط المباراة الثاني. اليمين لمصلحة نادي الغراف بهذه اللحظات. كرة داخل منطقة الجزاء، هذه كرة محاولة وخطيرة. جول لنادي الغراف، يواصل عروض القوية، يسجل هدف لمصلحة أحمد ناظم، أول له في هذا الموسم بكرة ممتازة لأحمد ناظم، وجد نفسه من أمام حارس المرمى وسجلها بهدوء، سجلها بخبرة. أحمد ناظم كرة كانت ممتازة، وضع قدمه اليسارية، سجلها في مرمى نادي ديالى، ليأتي أول أهداف المباراة
1-0 لأبناء ذي قار بأقدام أحمد ناظم. 1-0 الآن لمصلحة نادي الغراف، يسجلون أولى الأهداف. نعم أحمد ناظم، وهدف ممتاز. حاول صناعة فرصة جديدة والتقدم فيها للأمام، لعب كرة ممتازة وخطيرة للأمام. هذه محاولة تانديو. الله 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 الله، جول التعادل. المالي يسجل في مرمى الغراف. هنا الاستلام وهنا الكرة، الله، وضعها بهدوء بمرمى نادي الغراف بكرة ممتازة سجلها تانديا ليسجل هدف التعادل لمصلحة نادي ديالا. الله على الاستلام والله على مواجهة حارس المرمى. 1-0 الآن لمصلحة نادي ديالا، يسجل عن طريق إبراهيم تانديا هدف التعادل 1-1. حسين زياد تمريرة لمجتبى، مجتبى داخل منطقة الجزاء، الله الله، يونس حمود للكناري، كناري العاصمة عالي بالسماء. الله، مجتبى لحمود وكناري العاصمة عالي بالسماء، الله 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 الله، على طريقة الكبير أبو ذنون، على طريقة يونس محمود، وهو اسمه قريب أيضا يونس حمود. حمود الله، صعبة طبعا على رضا عبد العزيز، صعبة اي نعم. افرح يا رجل. للكرخ داخل منطقة الجزاء، الكرة الخطيرة، الله، يونس حمود، الله يا حمود للكناري، كناري العاصمة عالي بالسماء. هذا الرجل راسه يشتغل يا جماعة، لا تخلوه على ركلات الجزاء. نفس الطريقة راسه يشتغل يا جماعة، راسه يعمل بشكل ممتاز، لا تعطونا ركلة جزاء. يونس حمود 9 أهدافه، الله الله الله، يا رضا عبد العزيز اللي يتصدى بركلة جزاء، لكن هاي صعبة طبعا على طريقة الكبار. الله الله الله، ننتظر الفار. درع الأخير، هذا جمال، هذا مصعب عالية، خطيرة، يا ولد يا ثالث للكناري، كناري العاصمة عالي بالسماء يا العقيد. ثاني على ما اعتقد علي قاسم سجل على لفط ميسان. بدأت القصة من مصعب، الله، قوية، كرخية قوية في شباك نوروز، يا ولد يا علي قاسم بهدف حاسم. 3-0 للكرخ، 3-0 للكناري، والكناري دخل المربع مع العقيد ومع علي قاسم. لذلك الاستمرار. هذا محمد سامي إلى الحارث حاتم، إلى محمد سامي، والكرات العالية، الله لو نفذها كما أراد. هدف مهند أبو طه يسجل أول أهداف الصقور. الله القوة الجوية. شوفها بالإعادة، هنا التمريرة وصلت للحارث حاتم اللي اختار العودة لمحمد سامي، وبذلك الكرة العالية أرادها بالباكورد، والمتابعة الآن، والكرة اللي باغت حارس المرمى مصطفى جاسم. وهنا الهدف الأول يصل لمصلحة القوة الجوي. مهند أبو طه يبصم على هذا الهدف، وبذلك التقدم الآن للقوة الجوي بعدما سجل بالشباك
فريق النجف يعود اليوم ويسجل على القاسم مهند أبو طه. هنا كرة تعود بهذه اللحظات على الطرف الأيمن، تنفذ لا زالت داخل منطقة الجزاء. الله 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 الله، جول ثاني لمصلحة القوة الجوية. لا يحتفل يسجل بمرمى فريق السابق الحارث حاتم، ولا يحتفل هنا. الله على هدف يحمل مع المشاعر، يحمل مع ذكريات وأيام جميلة. هذه اللقطة، هذه الكرة اللي نفذت بصورة جميلة، تحدث عن الإرسال، وهنا المتابعة. لكن هل هنالك رأي؟ لا أعتقد، لا ليس هنالك راية. والحارث حاتم بفينيشنج ولا أروع يسجل ثاني أهداف الصقور، ثاني أهداف القوة الجوية بشباك فريق القاسم. هدفين مقابل لا شيء. في هذه اللحظات عودة على اليسار خطيرة، انفراد، التسديد، التسجيل، الهدف الأول لمصلحة أمانة بغداد. المغربي يسجل هدف الأسبقية بانطلاقة واختراق لدفاعات فريق نادي القرمة، وهو الغائب عن الانتصار منذ الجولة التاسعة. أي تمرير من الحارس عبد العزيز عمار هو الذي بدأها، وجبار كريم لمسها وأنهاها واختتمها اللاعب كمال القرع من فوق الحارس محمد حميد في الكرة الماضية. يخدع الجميع وينطلق ويخترق ويضع فريق أمانة بغداد بهدف الأسبقية. أحمد خلف تدلل على سعادته بهدف أول، كرة على اليمين، محاولة للرد الأول. الله الله الله، الرد السريع للصقور البرتقالية. مشاهدينا الأفاضل، بانطلاقة قوية وبالنيران الصديقة، بهدف أول، حتى جاء يوسف أمارو وبعرضية اختراقية من هناك تسكن في شباك أمانة بغداد. أي انطلاقة للقرمة، وأي رد وأي عودة، كيف لا، وهي أمسيتهم لاستعادة المركز الثاني، كيف لا، وهي الأمسية التي يريد أن يرتقي من خلالها إلى مركز ثاني وإلى مطاردة المتصدر أربيل. من جانب الدفاع، من جانب عباس ياسين، لا زالت عودة على اليمين، تسديده، الله 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 الله، الثاني للصقور وبتصويبة عبد الله، عبد الإله غازي الوافد الجديد، وبأول ظهور وبأحدث ظهور وبأول الأهداف واللمسات وبأول تصويبات القادم من الملاعب الأسترالية. وعلى إضافة قوية وواعدة في صفوف فريق نادي القرمة. أي استلام وتصويب، وعلى يمين عبد العزيز عمار، وضعها بثقة بتصويبة قوية بعيدة جدا وسريعة على يمين الحارس عبد العزيز عمار، أيضا بمساعدة الدفاع. كان هناك عبد الله خلف ساعد بإسكانها في شباك أمانة بغداد. نبيل كرار يتقدم، تأتي العرضية باتجاه حسن عبد الكريم، قوقية الذي يحاول، قوقية يتقدم، للنوارس. حسن عبد الكريم يسجل هدف أول. هنا للنوارس، هنا لنادي الزوراء، هنا للزعيم، هنا حسن عبد الكريم في هذه المباراة. شاهد هنا التقدم، هنا الاسيست الرائع، وحسن عبد الكريم الذي لا يتراجع حاول وتقدم بالكرة الماضية من كرار نبيل بنبل كرار إلى حسن عبد الكريم، يكرم النجف بهدف أول. بهذا التقدم للنورس الأبيض، للزعيم حسن عبد الكريم، يسجل الهدف الأول. حلقت النوارس هنا بأول أهداف المباراة بالهدف الأول لنادي الزوراء عن طريق اللاعب حسن عبد الكريم. شوف لي حسن عبد الكريم، تقدم الآن حسن عبد الكريم، مر بالكرة، حسن يريد أن يعلن عن الهدف الثاني، الله القائم،
عزيز من البديل من البطاقة الرابحة. يوسف عزيز يسجل الهدف الثاني في المباراة. هنا للزوراء، هنا التقدم. حسن عبد الكريم تقدم وهنا سدد بالقائم الأيمن، لكن يوسف لم يكذب خبر، يوسف لم يكذب خبر، ويسكن الكرة في مرمى النجف ليعلن حتى يتحدى ليقول ها هو الزعيم، ها هو الزعيم، نعم ها هم النوارس. فأنا أقول يا النوارس نعم بهذه الإثارة، يا النوارس بهذه المتعة. لذلك ثار أحمد عنده 3 ألقاب. هنا المحاولة خطيرة الآن الطلبة، ولكن سرنج الخبرة. الله، جول للأنيق. هدف 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 للأنيق. عريبي اللاعب الجزائري كريم عريبي يسجل أول أهداف المباراة بغفلة من دفاعات أربيل. حاول معها حارس المرمى الخبرة سرهنج محسن، لكن بعد ذلك جاءت المتابعة من كريم عريبي ليسكنها الشباك ويسجل أول أهداف المباراة للطلبة. إذن الدقيقة الثالثة كريم عريبي يفتتح التسجيل في مرمى أربيل، وهنا الصورة على كريم عريبي اللي يشارك أساسي في هذا اللقاء. لذلك يفتتح التسجيل الأنيق اللي يحاول أن يعوض خسارته من الميناء في الجولة الماضية. لاحظ الإعادة، لاحظ اللقطة، لاحظ الهجوم الآن لمصلحة فريق أربيل داخل منطقة الجزاء. أوه حلوة 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 حلوة. الآن فريق الطلبة يسجل أول أهداف المباراة. لاحظ اللقطة والتمريرة بشكل رائع، وسيف رشيد يصطد بحارس المرمى سرهنج، لكن كريم عريبي يودعها في المرمى ليعلن التسجيل فريق نادي الطلبة في مرمى أربيل عن طريق اللاعب الجزائري كريم عريبي، وهو ثاني أهدافه في دورينا خلال هذا الموسم بعدما سجل في مرمى الزوراء، الآن يسجل في مرمى أربيل. إذن الأجواء مشتعلة في هذه الأجواء الباردة، والطلبة هو من يشعل الأجواء في هذا اللقاء بهدف أول عن طريق الجزائري كريم عريبي. والطرد لهارون. هنا المحاولة مسوفو والتنزاني، جول ثاني. هذا مسوفو التنزاني يسجل هدف ثاني. خلاص الأنيق على حساب أربيل. الله اليوم الطلبة شكل غير أمام أربيل الآن. من جديد نعود أحباء مشاهدي متابعي قنوات شبكة الإعلام العراقي، وأحداث شوط المباراة الثاني من لقاء أربيل ومضيفة أمانة بغداد في أولى مباريات الجولة السادسة عشرة لدوري نجوم العراق. شوط المباراة الأول انتهى بتعادل سلبي ما بين الفريقين. على الطرف الآخر نوروز يتقدم على ديالى بهدف وحيد. ننتظر صافرة حكم اللقاء الدولي مهند قاسم صحبة مساعديه واثق مدلل مصطفى نوح حامد علي ليشير إلى بداية أحداث شوط المباراة الثاني. فريق أربيل على يمين الشاشة بزي الأصفر والأبيض، ونادي الأمانة بزي السماوي والأسود على يسار الشاشة. وهذا تذكير لمن فات معنا بمتابعة أحداث شوط المباراة الأول بتشكيلة الفريقين: وسام علي برقم 12 في حراسة مرمى الأمانة، ميلاد فلاح القائد 4 على اليمين، عبد الله خلف 21 على اليسار، أيمن رزيز 13، لامين ساماتي 5 وسط الملعب، موسيس بيدرو 25، عباس ياسين 6، واختيار جون قاسموف 77. ثلاثي الهجوم: هنريك برناردو 33، مراد بيك أويبك 99، كمال القرع 15. أما تشكيلة فريق هاولير: كميل سعدي بحراسة المرمى بالرقم 34 على اليمين، أحمد زيرو 31 على الشمال، همام طارق 2 11، مارلين جوبانوف 14، هارون محمد الزبيدي 4،
إيديم إيسين 22 أوكو حزير 19 كريستيان باركو 33 ثلاثي الهجوم كريستوفر جون 13 شيرزو تيميروف 9 وذو الفقار يونس عبد علي بالرقم 77. يبدو أن الفريقين لم يجريا أي تغيير. كرة بالرأس ملعوبة تشتت من هارون مرت إلى الخارج إلى رمية جانبية. في نفس الوقت الآن ينطلق شوط المباراة الثاني ما بين نوروز وديالا. نوروز اللي يتقدم بهدف على ديالا. كرة عادت إلى الخلف كوميل سعدي بإيده يلعب الكرة جوبانوف كوميل مرة أخرى هارون كرة عادت إلى جوبانوف إيديم هارون المندفع أحمد زيرو عالية الكرة خروج حاسم من وسام علي. دقيقة الثالثة من عمر المباراة. تذكر الأحبة المشاهدين هناك مباراة تجري في نفس التوقيت ديالا مع نوروز وستعقب هاتين المباراتين عند 5:30 3 مباريات القرمة مع الكرخ والشرطة مع النجف والطلبة مع الغراف. غدا أيضا 5 مباريات الموصل مع الجوية القاسم مع دهوك النفط ميسان مع الكهرباء النفط مع الزوراء زاخو مع المينا. ذو الفقار أمامنا بالصورة. هنريك برناردو اللي أمامنا بالصورة اللاعب الأنغولي. رمية جانبية لمصلحة نادي أربيل. هارون أحمد زيرو كرة مقطوعة باركو كرة طويلة تيميروف هداف الترتيب لحد الآن ب13 هدفا. يليه كينغسلي كوكو لاعب الغراف ب11 هدفا ب12 هدفا أو ب12 هدفا. ثم كينغسلي كوكو 10 لاعب الغراف ويونس حمود لاعب الكرخ بالمركز الثالث مع علاء الدين الدالي لاعب الموصل ب9 أهداف. بيتر غورغيس بالمركز الخامس ب6 أهداف. محمود المواس بالمركز السادس ب6 أهداف. داوود ديمي لاعب نفط ميسان ب6 أهداف. وليونيل إيتيبا 7 أهداف. محمد خالد الكرخ حسن عبد الكريم الزورادي بيوتي زاخو ب6 أهداف. ركنية ملعوبة طالت الكرة إلى ركلة مرمى لمصلحة نادي الأمانة. الأمانة لم يبدي شيء. بالمناسبة باسم قاسم لعب مرتين للأمانة. لعب موسم 79 إلى عام 82 كلاعب للأمانة وعاد ختم مشواره كلاعب مع الأمانة موسم 90-91. لاعب اللي مثل العراق في 18 مباراة دولية من 85 إلى 88 وبدأ تدريبه مع الشرطة 91-92. جوبانوف همام جوبانوف هارون 5 دقائق من عمر شوط المباراة الثاني. تعادل ما زال سلبي يخيم على أجواء هذه المواجهة. كرة ملعوبة لإيديم. إيديم وسط الملعب يحاول يمر الآن. إيديم يلعب الكرة إلى الجانب إلى أحمد زيرو. أحمد وكرة مقطوعة من أمام. اليوم حتى كريستوفر جون ليس بذاك المستوى. تيميروف ليس بذاك المستوى. قاسموف ليس بذلك المستوى. مراد بيك
أويبيك ليس بذلك المستوى. مباراة على العموم بكل من فيها ليس بمستواه الحقيقي، لا فريق أربيل ولا فريق الأمانة ولا مفردا باللاعبين. ركلة حرة من منتصف الملعب، أيمن أرزيج على التنفيذ، كرة طويلة، جوبانوف، قاسيموف، تنقطع الكرة من باركو صاحب الإنذار الأول في المباراة، والإنذار رقم 47 لأربيل، وأكثر نادي حظ به بطاقات صفراء هذا الموسم هو أربيل، 47 بطاقة صفراء، 47 بطاقة صفراء. أربيل أكثر فريق نال بطاقات صفراء هذا الموسم. يليه الطلبة 44 والأمانة 43، ثم يليه الكرخ بالمركز الثاني 45 بطاقة صفراء، ثم الطلبة ثالثا 44 والأمانة رابعا 43 بطاقة صفراء. طبعا هذا العدد كله من أصل كرة تلعب من جديد، مقطوعة وسهلة سهلة مرت لحارس المرمى من كريستوفر جون. طبعا عندنا 722 بطاقة صفراء ببطاقة باركو هذا الموسم، باستثناء المباراة الجارية حاليا بين نوروز وديالا. كرة عرضية تلعب، خاطرة، محاولة تبعد من جوفانوف، عادت الكرة من جديد، أقرب إلى اللاعب باركو لكن تنقطع من أمام أكو حزير إلى الخارج إلى رمية جانبية لمصلحة أربيل. تلعب الكرة وسط الملعب، محاولة مقطوعة، عادت الكرة إلى خطأ لمصلحة نادي أربيل. طبعا الفريقان في آخر مواجهتين موسم 23-24 3-1 و4-1 ذهابا وإيابا لأربيل، وأول مواجهة جمعت الفريقين موسم 91-92 3-1 للأمانة و3-0 للأمانة. أول من سجل للأمانة في شباك نادي أربيل عناد عبد هدفين، ثم جعفر عبد الحسين، وسجل لأربيل محمد كرم. في الإياب فازوا الأمانة 3-0. أول فوز لأربيل في موسم 2008-2009 بهدفين مقابل هدف واحد، سجل علي منصور هدف للأمانة وإسماعيل بنغورة ودلدار إبراهيم لفريق أربيل. على مستوى لقاءات الفريقين التقى الفريقان في 22 مباراة، 6 منها للأمانة، 8 منها لأربيل، و8 انتهت بالتعادل، وسجل أربيل 34 هدفا والأمانة 30 هدف. مرة واحدة حدثت نتيجة التعادل السلبي ما بين الفريقين في موسم 2011-2012 بالسلامة لهمام. لم يتعادل الفريقان بالتعادل السلبي إلا مرة واحدة، وأكبر تعادل كان بينهم 3-3 في نفس الموسم، والتعادل السلبي في الذهاب 0-0. لحد الآن هذه النتيجة 0-0 ما بين الفريقين. وبطاقة صفراء يبدو لقاسيموف البطاقة الصفراء الثانية في ملعب المباراة. ثاني بطاقة صفراء في ملعب المباراة، كرة ملعوبة، ويبدو هناك بطاقة لكل فريق. مثل ما ذكرت أربيل فقد الصدارة في الجولة 15 بعد أن استمر منذ الجولة
السادسة حتى الجولة الرابعة عشرة بالصدارة. الصدارة وزعت على 5 أندية. النفط في الجولة الأولى تصدر، أربيل بالجولة الثانية، ثم الغراب بالجولة الثالثة، وديالى بالجولتين الرابعة والخامسة. 10 جولات تصدر أربيل، 2 ديالى، 1 النفط، 1 القرمة، و1 الغراف. كرة عادت إلى همام من جديد. عندك انذار يا قاسموف، عندك انذار يا قاسموف. اللاعب لازم يصير عنده ذكاء. انت قبل قليل انذرت بسبب، شوف، نبهه وحذره، نبهه وحذره. كرة تنقطع من قاسموف. جوبانوف، باركو، طبعا طريق ايضا لاعب اخر الفارو كيروكا البوليفي الذي سيتواجد مع فريق اربيل، اللاعب الوافد الجديد ايضا. لحد الان لم يتواجد مع الفريق ولا في القائمة، لكن أعلن عن ضم هذا اللاعب في الإعلام. هذا هو أيمن رزيج. ركلة مرمى لمصلحة أمانة بغداد. وسام علي على التنفيذ. كرة عادت مقطوعة من جديد. مويسيس، لامين ساماتي، كرة طويلة. كريستوفر جون، أحمد زيرو، وأيمن رزيج. المن تبعد بصعوبة من حارس المرمى وسام علي. كرة ارتدت من أيمن رزيج. طبعا بالمناسبة موسم قبل الماضي افتتح الدوري وأيمن رزيج سجل خطأ في شباك الأمام في المباراة الافتتاحية، كان صاحب أول هدف في الدوري وهدف عكسي. ركنية الآن. باركو، هناك عرقلة بالعارضة، وهدف هدف 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 عن طريق اللاعب ذو الفقار، علي ذو الفقار يونس عبد علي. وخلينا نشوف هل كان هناك اكو دفع، وذو الفقار يسجل اول الاهداف مع فريق اربيل، واول اهداف هذا الموسم. بالدقيقة 59 من عمر المباراة. شوف بالإعادة، شوف الكرة ارتدت من العارضة وتمركز سليم لذو الفقار، لكن هنا قد يكون نشوف هل سيتأكد من صحة قرار حكم اللقاء غرفة الفار. كان اكو عرقلة، كان اكو سحب للاعب الأمانة، إذن الهدف احتسب، والمدرب أحمد خلف يبعد قاسموف ويدخل بدلا عنه اللاعب بالرقم 88. شوف اللاعب اللي دخل، كرة مرت، أول تغيير خروج قاسموف، هذا عباس ياسين سبقا لعب لأربيل. إذن أول الأهداف لفريق الأمانة، لفريق أربيل عن طريق اللاعب ذو الفقار.
في الدقيقة 59 من عمر المباراة. 1 أربيل لا شيء الأمانة. كرة إلى كمال القرع، حاول ترتد الكرة من ذو الفقار، تعود إلى جوبانوف. وسط الملعب أكو حزير، ترتد الكرة من أمام اللاعب إيديم، تعود الكرة، محاولة من جديد، تذهب الكرة للجهة البعيدة إلى عبد الله خلف. عبد الله خلف، ترتد الكرة، عباس ياسين، وكرة من أحمد زيرو إلى خارج الملعب، لا رمية جانبية لمصلحة نادي الأمانة. عباس برا الملعب، لا ركلة مرمى لمصلحة أربيل. حيدر سالم اللي يدخل، حيدر سالم اللي يدخل بدلا من قاسموف، لاعب اللي لعب للميناء ولعب لنفط البصرة 23 24 لعب للميناء، يدخل كبديل. هارون، أحمد زيرو، هارون مرة أخرى، كرة بالمنتصف، أكو حزير، كريستوفر يلعبها وكرة ترتد من المدافع حيدر. فريق الأمانة في الثلث الأخير معدوم الفعالية، ثلاثي الهجوم لم يفعل شيء. ربما سنجد جبار كريم قادم في تغيير، يعني احنا الآن ساعة على المباراة و3 دقائق، أربيل لم يجري أي تغيير. كرة ملعوبة، تعود من جديد، محاولة مقطوعة من هارون إلى رمية جانبية لمصلحة أمانة بغداد. عبد الله خلف على التنفيذ. 1 أربيل لا شيء الأمانة. كرة عادت، عباس ياسين، تنقطع، كريستوفر، موسيس، لامين ساماتي، وخطأ لمصلحة نادي أمانة بغداد. عرقلة واضحة من تيميروف لحيدر سالم. – 14-7 الأخطاء. وكرة طويلة مرت إلى الخارج. جوبانوف، الفقار صاحب الهدف الوحيد. ركلة مرمى كوميل، يعني لا هنريك برناردو ولا مراد بيك أويفيك ولا كمال اخطروا مرمى فريق أربيل. كرة مقطوعة وسط الملعب، هنريك، تعود الكرة إلى ميلاد، سريع الكرة بالرأس من كمال، تعود من جديد، محاولة، وكرة مقطوعة. اكو حزير، برافو يا اكو، تنقطع الكرة من لامين ساماتي اللي يندفع دائما الى الامام. رمية تماس الان، تلعب الكرة مرة أخرى من جديد، مقطوعة من تشابانوف. همام، هارون، باركو،
وجوبانوف يبعد الكرة، رمية جانبية أيضا. جبار دخل مثل ما توقعنا، جبار كريم دخل أيضا. كرة مقطوعة إلى رمية جانبية. جبار كريم 3 أهداف الطلبة نوروز الكرخ. جبار الكرة ملعوبة المن تنقطع وإلى خارج الملعب، رمية جانبية لمصلحة نادي الأمان. بدأ عبد الله خلف يلعب ظهير أيمن، وأيمن رزيج ظهير يسار، وذو الفقار يشكو من إصابة بالسلامة إن شاء الله. ذو الفقار وهنريكي برناردو يرتكب خطأ ضد ذو الفقار. وهذا أيضا جبار كريم مع جوبانوف في محاولة تعزيز خط الهجوم. كرة ملعوبة إلى الجانب، ميلاد والكرة إلى الخارج. رمية تماس لمصلحة نادي الأمانة. بدأ الأمانة الآن يتحرك أنشط أفضل أحسن. ميلاد تبعد الكرة، حيدر سالم بسيطر عليها. ميلاد كرة ترتد من اللاعب إيديم، وسط الملعب إلى تيميروف، سريعة الكرة إلى كريستوفر جون. كريستوفر جون من الجهة البعيدة، مقطوع الكرة مرة أخرى، محاولة من جديد. أكو حزير، ترتد الكرة، عبد الله خلف ولمسة يد وركلة حرة لمصلحة نادي أمانة بغداد. كرة سريعة ملعوبة، 68 دقيقة من عمر المواجهة، 22 دقيقة تفصلنا على النهاية. 1 أربيل لا شيء الأمانة. حاول الآن طبعا هذه النتيجة هي أكثر نتيجة حثت في دورينا هذا الموسم، 35 مرة. 35 مرة حثت في دورينا هذا الموسم. وين وأول مرة حثت هذه النتيجة بين الفريقين موسم 92-93 بهدف للأمانة سجله مؤيد جودي، وهي النتيجة يعني 3 نتائج ما بين الفريقين انتهت بهدف واحد، 2 للأمانة و1 لأربيل. 1-0 مرتين في موسم 12-13 حثت بين الفريقين. محاولة الآن من جديد مقطوعة، عبد الله خلف، كرة سريعة، كمال يبدو حالة تسلل. ركلة حرة غير مباشرة لفريق أربيل. بعد الصافرة يعني هاي تعليمات انه لا يمكن ان تلعب الكرة بعد الصافرة. شوف هذه صافرة وانت في وضع تسلل، انت 70 دقيقة ما قولت، تقول بحالة تسلل وبعد الصافرة. ركلة حرة غير مباشرة لأربيل. كرة أحمد زيرو عالية، تنقطع الكرة. إديم أكو مقطوعة من عباس، موسيس، عباس يلعب الكرة حلوة الآن. هجمة جبار يحاول يمر، يلف ويدور ويعيد الكرة إلمن إلى برناردو، تعود إلى ميلاد.
تقطع الكرة، أحمد زيرو، كريستوفر جون حاول يمر، ضاغط عليه عباس، حيدر سالم، وكرة أبعدت من هارون الزبيدي. هناك لعب خطير. أحمد زيرو، حيدر، لامين سماتي، كرة إلى حيدر، ممادو ديارة في طريقة للدخول، ممادو ديارة، أربيل سيزج بمدافع، آكو حزير راح يترك الملعب، أو ذو الفقار راح يبعد مهاجم ويزج بمدافع. ذو الفقار راح يترك الملعب، كرة ملعوبة مقطوعة، يخرج ذو الفقار ويدخل ممادو ديارة. همام تيميروف، همام يا سلام، همام يلعبها، ولامين سماتي، ميلاد، تشتت الكرة من حيدر، عبد الله خلف، تنقطع، عادت الكرة، محاولة وتسديدة من بعيد من برانكو، ارتدت، تعود الكرة مرة أخرى، كرات غير مستقرة، وسط الملعب، محاولة من جديد، ترتد الكرة، كريستوفر جون، وكرة مقطوعة، ميلاد يشتت كرة طويلة ملعوبة بالرأس مقطوعة، عادت الكرة، عباس ياسين، عبد الله خلف، كمال، كرة مقطوعة إلى أكو حزير، هارون، كريستيان برانكو، كريستيان باركو، عادت الكرة من جديد، ممادو ديارة، إيديم، همام، بعد مهاجم الكابتن باسم قاسم وزج بمدافع، ورمية جانبية الآن، هذا عباس ياسين، بدأ يعود إلى الخلف بدخول حيدر سالم بدلا من أيمن رزيد، وثلاثي أصبح في العمق، أيمن وعباس ولامين سماتي، وعلى الأطراف ميلاد وعبد الله خلف. حيدر سالم بدأ يلعب كلاعب ارتكاز، كرة ملعوبة من جديد، تعود إلى كريستوفر جون، تنقطع، ولمسة يد وركلة حرة لمصلحة نادي الأمانة. طبعا الأوزبكيان قاسموف ومراد بيك يودعان الملعب بدخول جبار وحيدر سالم. جماهير أربيل تؤازر فريقها، ربع ساعة تفصلنا على النهاية. تغييرات، يخرج كريستوفر، يدخل الآن علي شاخوان، ويدخل سفين منصور بدلا من كريستوفر ومن كريستيان باركو. تغييرين لأربيل
وهناك أيضا تغييرين لفريق نادي الأمانة. كرة مقطوعة. محمود أحمد يدخل ويرتكب خطأ، يرتكب وينبه الحكم. عندنا أسرع انذار بالدقيقة الأولى و5 ثواني لليم إسماعيل لاعب الغراف أمام نفط ميسان، اللي على ما أعتقد انتقل للنجف لاعب الغراف السابق. وشوف يعني أسرع بديلين، يعني عند دخولهم واحد أصيب وواحد كان معرض نفسه للبطاقة الصفراء. على كل حال ركلة حرة الآن. همام على التنفيذ، ركلة حرة تلعب الكرة طويلة. سفين وخطأ من جديد ضد حيدر سالم. ركلة حرة. الحسن نعيم أيضا يدخل. الحسن نعيم عبعوب القادم من الطلبة بالانتقالات الشتوية. تغييرين هجوميين. محمود أحمد والحسن نعيم يدخلون. تغييرين لفريق نادي الأمانة. تلعب الكرة من بعيد وحارس المرمى ارتدت منه. كرة إلى الخارج. كرة قوية ملعوبة ترتد من الحارس وسام علي. شوفه بالإعادة. شوف جوبانوف وارتطمت بصدر الحارس ومرت. كرة مرة أخرى محاولة من جديد. تيميروف ترتد الكرة. سيفين تعود الكرة عند اللاعب محمود أحمد وسط الملعب. حيدر سالم يحاول. حيدر إلى ميلاد لامين سماتي. تعود الكرة. هجم الآن. كرة خطيرة. تيميروف يحاول. ترتد الكرة. تعود من جديد إلى اللاعب محمود أحمد. تنقطع الكرة من إيديم يحاول. تعود الكرة من جديد. سيفين ما يسيطر عليه. ترتد من ميلاد فلاح وخطأ وركلة حرة لمصلحة نادي الأمانة. -16 الأخطاء. نلعب بالدقيقة 80. جبار يلعب الكرة. تعود الكرة من اللاعب الحسن نعيم. ترتد الكرة مرة أخرى. خرج مويسيس بيدرو أيضا. كرة طويلة. عباس ياسين أيضا ترك الملعب. كرة عادت. جوبانوف. أحمد محمود. محاولة من اللاعب هنريك فرناندو. الحسن نعيم خطرة. الله جول. كمال القرع اللاعب المغربي يدرك التعادل بالدقيقة 80 من عمر المباراة ويسجل هدف الشخص الرابع بعد أن سجل هدفين في شباك نفط ميسان وهدف في شباك القرمة. بعد كرة وجملة تكتيكية رائعة. كرة على طبق من ذهب. هنا عشاق وأنصار الأمانة واللاعب كمال القرع يسجل ويدرك التعادل لفريق الأمانة بالدقيقة 80 من عمر المباراة. كرة جميلة ولا أروع. اللاعب الخالي من الرقابة. شوف 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 الكرة الآن. شوف الكرة. شوف همام قعدة الأحمد محمود. محاولة والقرع يلعبها بكل سهولة إلى سقف المرمى ويدرك من خلالها التعادل لفريق أمانة بغداد.
يدرك من خلال التعادل لفريق الأمانة بالدقيقة 80 من عمر المباراة. 1-1 الآن. قدم فريق أربيل عن طريق ذو الفقار يونس عبد علي بالدقيقة 59، وعادل كمال القرع بالدقيقة 80 من عمر المباراة. 1-1. كرة ملعوبة من جديد، عرضية اللعب برا الملعب إلى ركلة مرمى لمصلحة الأمانة. كل ما فعل الأمانة هذه الكرة اللي عانقت الشباك، لم يشكل خطورة تذكر على مرمى أربيل. مسلسل تغيير المدربين متواصل، يعني أمس كان المدرب رقم 18 بين الإقالة والاستقالة شاسب سلطان من الموصل بهيثم الشبول الأردني. 18 مدرب بين استقالة وبين الإقالة. 1-1. وال1-1 16 مرة حثت في دورينا، 16 مرة حثت هذه النتيجة في دورينا. وأول مرة تعادل الفريقان ب1-1 موسم 21-22 بعد أن فاز الأمانة ذهابا 2-1 وتعادل في لقاء الذهاب بهدف 1. وهي النتيجة الوحيدة اللي حثت ما بين الفريقين بهذه النتيجة 1-1 موسم 21-22. اكو حزير هارون احمد زيرا المندفع الى الامام، قصيرة، تعود الكرة من جديد. جبار، الحسن نعيم، جبار، 5 مهاجمين، جبار و4 مهاجمين، جبار والحسن وهنريكي والكمال. كرة ملعوبة وسط الملعب تعود إلى السفين، سريعة الكرة إلى علي شخوة أو إلى كيلان لقمان وإلى حارس المرمى. كيلان لقمان واحد من لاعبي الشباب، طرد الموسم أمام كربلاء الموسم الماضي، طرد أمام كربلاء الموسم الماضي. لاعب شاب سريع يمتلك مهارة فردية رائعة. كرة مرت إلى خارج الملعب، رمية جانبية لمصلحة أمانة بغداد. رمية جانبية الآن. بهذا التعادل أربيل أيضا يقفز للصدارة مؤقتا ويتساوى مع القرمة ب 32 نقطة، والأمانة يبقى ب 18 نقطة بمركز الخامس عشر. كرة طويلة، أيمن رزيج برا الملعب، لا رمية جانبية. تيميروف لم يكن اليوم في يومه، لا هو ولا كريستوفر جون. هذا أيمن رزيج. كيلان لقمان على التنفيذ. 5 دقائق تفصلنا على أحداث شوط المباراة الثاني والمباراة بأكملها. وللمرة الرابعة فريق أربيل في العاصمة الحبيبة بغداد لم يتمكن من الفوز، لم يتمكن من الفوز. شوف بعد تحويله لم يكن بوضع تسلل، كان اللاعب البديل ممادو ديارة أقرب لحارس المرمى. كمال القرع يسجل هدف الشخص الرابع وهدف التعادل للأمان.
رمية تماس. خطأ الآن. كرة اللعب عالية. واو خطرة كانت خطرة. خروج غير حاسم من الحارس وسام. مرة أخرى همام يحاول يمر. همام عرضية بتلعب خطيرة بالرأس سهلة لحارس المرمى من تيميروف. خروج غير حاسم من وسام كاد أن يتسبب بهدف لفريق أربيل. كاد أن يتسبب بهدف لفريق أربيل. طبعا علي شخوان راح يدخل. لعب للجوية الموسم الماضي وسبق أن لعب لأربيل 2022 لحد ال 24. يدخل ويخرج آكو حزين. شوف الكرة. على كل حال ركلة حرة الآن لمصلحة فنادي الأمانة. وسام تسلل حرة غير مباشرة. 2 مقابل 2 حالات التسلل. ركلة حرة غير مباشرة. دقيقة ونصف على الوقت الرسمي. هنريك برناردو لم يفعل شيء في هذا اللقاء. هارون يلعب الكرة وعبد الله خلف الى خارج الملعب الى رمية جانبية لمصلحة أربيل. احمد زيرو وسط الملعب الى ايديم ايسين. وكرة الى الخارج تبعد. ايمن رزيد. كرة من جديد. خطأ لمصلحة نادي الأمانة. حسين طالب اللي شاهدناه مع كربلاء وانتقل لنفط ميسان والآن قادم لفريق أمانة بغداد. شوف إذن كمال يترك الملعب. انتهت تغييرات الأمانة. كمال يترك الملعب ويدخل حسين طالب واحد من الشباب اللي عنده إمكانية شاهدناه مع كربلاء الموسم الماضي. هذا هو هدف كمال القرع. حسن عبعوب يصنع بعد دخوله هدف التعادل لفريق أمانة بغداد. وسام 5 دقائق وقت محتسب بدل ضايع. 90 دقيقة انتهت. طويلة الكرة. هارون وسط الملعب. حسين برناردو هنريكي وكرة طويلة. جبار
يسيطر عليها، ولكن مرت إلى الخارج إلى ركلة مرمى لمصلحة أربيل. جبار كريم لعب لدهوك، لعب سابقا للأمانة 2021 وللزوراء وللنجف. كرة تلعب سهلة للحارس وسام. هل سيكون هذا التعادل الخامس لأربيل؟ والتعادل الثالث للأمانة. إذا ما استمر التعادل ب 18 نقطة الأمانة بالمركز الخامس عشر، وب 32 نقطة يتساوى مع القرمة في الصدارة نادي أربيل. كرة عادت تبعد بن همام، لعب خطر، ركلة حرة لمصلحة نادي أربيل. بطاقة صفراء إلمن البطاقة الصفراء. على كل حال لقطة سريعة، بطاقة صفراء ضد لاعب من لاعبي الأمانة. كرة محاولة تبعد أيمن رزيد، مرت إلى الخارج، رمية جانبية لمصلحة أربيل. همام، كرة خطيرة داخل منطقة الجزاء تبعد، أيمن يشتتها، حارس المرمى كوميل، يسين يديم يسين، ومحاولة هنريك يحاول جول. الله، فرصة الثلاث نقاط اهدرها باعجوبة. يعني اللاعب بعد ايش وقت يقول يا جبار. كرة على طبق من ذهب، يا ما تتكرر هذه الفرصة ابدا لو تلعب بعد 288 دقيقة. فرصة على طبق من ذهب، فرصة هدف وفرصة الثلاث نقاط. يبدو ان الأمانة لم يكن محظوظ، ولكن أربيل كان اوفر حظا. فرصة هدف الفوز والثلاث نقاط، يا ريت المخرج يعيدها اكثر من مرة، ولما راح يشوفها جبار راح يندم. لما راح يشوف هذه الفرصة راح يندم. رمية جانبية الآن، آخر اللحظات من عمر اللقاء. أيمن أمامنا بالصورة، انذار لأيمن، محاولة ووسام، خروج حاسم من وسام يتمكن من مسك الكرة. بعدنا نريد نشوف الإعادة على الفرصة اللي ضاعت. كرة طويلة، انتهت الخمس دقائق 8 ثواني. تشتت الكرة من أيمن وإلى كوميل. أحمد زيرو، عادت مرة أخرى، طويلة الكرة بالرأس مقطوعة. يسين يديم، وخطأ لمصلحة نادي الأمانة. ميلاد فلاح، دخلنا الدقيقة السادسة. شوف هذه الفرصة، شوف انريكي برناردو، يعني فرصة هدف منتهية المباراة. يعني ما كان الأمانة محظوظ، وأربيل أوفر حظا، وتنتهي هذه المباراة بتعادل الأمانة مع ضيف أربيل بهدف واحد. تقدم أربيل عن طريق اللاعب
ذو الفقار يونس عابد علي بالدقيقة 59، وعادل بالدقيقة 80 لفريق الأمانة اللاعب كمال القرع. بهذه النتيجة أربيل يرفع رصيده إلى 32 نقطة، ويبقى مع القرمة في الصدارة مؤقتا، ويبقى فريق نادي الأمانة بالمركز ال15 ب18 نقطة. سعدت برفقتكم، شكرا لمتابعتكم، وإلى لقاء قادم آخر بإذن الله.